سنة 1954 طيارة رحلة سانتياغو اللي طالعة من ألمانيا ورايحة أمريكا اختفت. فص ملح وداب يدوروا عليها في سلقط في ملقط، مش لاقيين حتى ريشة من الجناح بتاعها. سنة 1989 يعني بعد 35 سنة ظهرت الطيارة وطايرة في الجو. أيوه، طايرة في الجو وبكل هدوء نزلت في مطار في البرازيل. طلعوا عشان خاطر يطمنوا على الناس اللي جواه، لقوا كل راكب قاعد مكانه على الكرسي بتاعه. الطيار قاعد في كابينة القيادة، بس كلهم هياكل عظمية. تخيل معايا، اللي ماسك الدركسيون هيكل عظمي ومنور إشارة الأمان اربطوا الأحزمة. النهارده احنا هنتكلم عن لغز حير العالم كله لسنوات، لغز مثلث برمودا، البعبع اللي كان منيم كباتن الطيران من المغرب، اللي كان بيخلي البحارة يجي لهم إسهال لمجرد سماع اسمه. يا ترى ده المكان اللي فيه عرش إبليس، ولا دوت المكان اللي فيه جزيرة المسيح الدجال، ولا إيه بالظبط؟ لو في أي حاجة أنا قلتها في الشورت عجبتك فأكيد الفيديو الطويل مليان حاجات هتعجبك أكتر. روح شوفه على قناة خد نفس، بس ما تنساش تعمل لايك هنا قبل ما تطلع.